جاهز؟ طب يلا بينا. دنيا بتجري أخبار في ثواني، صورة كاملة لكل المعاني، من فن المال لصحة وسياحة، ومع حكايات أمل هنعيش الراحة. 5 دقايق. يا صباح ومسا الفل والياسمين على أحلى مكسوية في الدنيا. النهاردة يوم الجمعة الموافق 29/5/2026، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وميكس جديد طازة من برنامجكم أخبار ميكس مصري. تعالوا نبدأ بعمرو أديب في برنامج الحكاية على MBC مصر، اللي فتح ملف من العيار التقيل وبيتكلم فيه عن طريقة تفكيرنا في المشروعات القومية. كان بيناقش الجدل والأسئلة البرلمانية اللي ظهرت فجأة من بعض النواب والمواطنين بخصوص جدوى مشروع المونوريل والدلتا الجديدة بعد ما المشروع اشتغل وبقى أمر واقع. عمرو أديب قال بالنص: إحنا البلد الوحيدة اللي ما بتفرحش بمشروعاتها، وبنبدأ ننتقد الجدوى بعد التنفيذ. أما في يحدث في مصر، أحمد موسى فعلى مسؤوليتي عبر صدى البلد طالع ومستعرض تيشيرت موقع خصيصا ليه من النجم العالمي محمد صلاح، وبيتكلم عن دموع الوداع المؤثرة في ملعب الأنفيلد بعد 9 سنين مجد مع ليفربول. وفي نفس الحلقة فتح ملف أمني وقضائي عن حكم تاريخي بإلزام متهمين بدفع 7 مليارات جنيه في قضية تخابر وتسريب مكالمات لجهات أجنبية. أما المصري أفندي على قناة الشمس وحديث القاهرة على القاهرة والناس، فكانوا بيناقشوا اللمسات الأخيرة لمشروعات تطوير الطرق الكبرى زي كوبري أكتوبر ومحاور الجيزة، مع استبعاد بعض المسؤولين المحليين في إمبابة والوراق بسبب التقصير في النظافة. ترند السوشيال ميديا إكس وفيسبوك بيقولوا إيه؟ في الفن ترند السوشيال ميديا كله مقلوب عن النجم تامر حسني، والكل بيشير فيديوهاته بعد ما أعلن رسميا إنه هيحيي حفل افتتاح استاد المونديال الأسطوري في العاصمة الإدارية الجديدة، والجمهور مستني حدث عالمي يليق بمصر. في الحوادث، النيابة العامة بتكثف تحقيقاتها في واقعة بشعة هزت الفيسبوك الساعات اللي فاتت بعد انتشار فيديو صادم لعلقة موت واعتداء وحشي على زوجة من شقيق زوجها بسبب خلافات على الميراث، والشارع كله بيطالب بأقصى عقوبة. في السياسة، الخارجية المصرية أصدرت بيان شديد اللهجة بتدين فيه بأشد العبارات الهجمات الأخيرة اللي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في الخليج لحفظ أمنهم واستقرارهم. في الاقتصاد والقرارات، وطبعا الخبر اللي قالب الدنيا حاليا هو قرار الحكومة بمد إجازة عيد الأضحى المبارك لتستمر حتى يوم الاثنين. الكوميكسات بدأت تشتغل على فيسبوك وإكس، والناس فرحانة بالإجازة الطويلة اللي جت في وقتها. وعلى سيرة القرارات، التموين وال400 جنيه اللي قلب السوشيال ميديا وناس كتير بتسأل عنها، لازم نوضح ونصحح يا مكساوية إن مفيش منحة إضافية جديدة نزلت بمبلغ 400 جنيه على البطاقات زي ما الإشاعات والترندات بتقول على فيسبوك وإكس اليومين دول. الحقيقة هي إن وزارة التموين منزلة تحذير مشدد جدا لأصحاب البطاقات التموينية اللي بتظهر لهم عبارة اوقف الصرف أو رسالة بضرورة تحديث البيانات وتأكيد رقم الهاتف. الوزارة حددت إن النهاردة هي المهلة الأخيرة والفرصة الأخيرة لتحديث البيانات دي، وإلا البطاقة هتقف وتتأثر الحصة التموينية. وكلمة 400 جنيه دي طلعت إشاعة ملهاش أي أساس من الصحة، فخلوا بالكم وحدثوا بياناتكم فوراً من غير ما تنساقوا ورا العناوين المضللة. أخبار الرياضة، الكل بيتكلم عن الموقعة الودية النارية المرتقبة لمنتخب مصر أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية. دي بروفا ومن أقوى الاختبارات الحقيقية لكتيبة حسام حسن استعداداً لفرتكة كأس العالم 2026 اللي بنقع فيها في المجموعة السبعة مع بلجيكا وإيرلندا ونيوزيلندا. جاهز؟ طب يلا بينا. دنيا بتجري أخبار في ثواني، صورة كاملة لكل المعاني.